حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل عيش مصري. انا هنا ربيت خميرة، نص كيلو دقيق مع نص كيس خميرة من بالليل. ودي خمرة اهيت بمية عادية جدا من الحنفية. كيس الخميرة الفورية دي نص كيس كده على نص كيلو دقيق، وتخلوا عجينتها تخينة شوية. هنا بقى انا هستعمل العجان لاني انا تعبانة مش هقدر اعجن على ايدي، بس انا كنت بعجن على ايدي، بس العجان يعني بيسهل برضو. هعجنهم على 3 مرات. هنا دول معايا 5 كيلو دقيق، 3 بلدي و2 كيلو زيرو. انا هنا معايا نص معلقة ملح، معايا نص معلقة بيكنج نص معلقة حطيت نص معلقة كربوناتو، لان الكربوناتو بيدي هشاشة وخفية جدا جدا للعيش. كده كل ما هحط دقيق هاخد حتة من الخميرة وهخلي العجان يعجنها. وطبعا معايا مية دافية، يعني مش دافية، سخنة شوية عشان انتوا عارفين الجو برد. وهبتدي بقى اعجن في العجان كده، وهبتدي بقى كده احط المية. كده انا عملت كل الدقيق اللي كان عندي. دي اخر حاجة في العجان. عايزة اقول لكم بيسهل كتير جدا جدا، ما بتتعبوش في عجين خالص بجد. العجان دوت بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة مهمة جدا جدا في البيت، بجد بيريح كتير جدا. انا دول ال5 كيلو دقيق زي ما قلت لكم، 3 كيلو دقيق بلدي على 2 كيلو دقيق زيرو. لازم في العجين تحطوا ما تكتروش الملح، هي نص معلقة. وعايزين تحطوا بيكنج باودر حطوا. الحاجات دي بتدي خفية للعيش. بصوا العجينة بتاعتنا طالعة بسم الله ما شاء الله حلوة. هي طبعا عجينة الدقيق، العجين لازم تكون سايلة، ما تكونش جامدة قوي وما تكونش سايلة قوي، تكون كويسة. ادي العجينة اهيت بسم الله ما شاء الله، عاملة زي الملبن معانا. هي كده تمام قوي قوي. هنقلب فوق وتحت كده علشان يبقى كله خليط، يبقى واحد. ايوه تمام. وهنغطي بقى كده عليه بعد ما نقلبه كويس جدا جدا. كده احنا ما عملناش مجهود خالص. وعلى فكرة لو عايزين تعجنوا العيش ده ممكن تعجنوه من بالليل من غير خميرة ومن غير اي حاجة، على نص صباع خميرة او كيس خميرة فورية، تقوموا الصبح تلاقوه تمام. كده تمام معايا. هنسيبه بقى كده لمدة ساعة، وممكن ما ياخدش معانا الساعة كمان عشان احنا عاجنين بمية سخنة، والخميرة بتاعته كتيرة مش قليلة. فبإذن الله هيقوم معانا على طول. نغطيه وندفيه كويس جدا مع ما نغسل حاجتنا. ادي بقى العجين بتاعنا بسم الله ما شاء الله. عايزة اقول لكم يعني خد نص ساعة ويمكن اقل من نص ساعة كمان، لان زي ما انتوا شفتوا الخميرة معانا. طول ما الخميرة عمرانة معاكم الدنيا تبقى تمام والعيش هيطلع زي الفل. انا معايا هنا زيت بقطع بيه، انا ما بحبش اقطع كده. هبل ايدي زيت واقطع حجم الرغيف اللي انا عايزاه. الزيت احسن من الدقيق، لان الزيت بيخلي الوش بتاع الرغيف حلو جدا جدا، وتحسوا كده ان هو مندي وما يلزقش معاكوا خالص. لو غطيتوه انتوا الزيت بتبل ايديكوا يطلع زي الفطيرة المشلتتة كده. كده الحجم بتاع التقطيع اللي انا قطعته كده كويس جدا جدا.
ونحاول نوسع علشان العيش يما يخمر ما يلزقش في بعضه. واحنا كمان هنسيبه ربع ساعة يخمر برضو، علشان كل ما العيش يخمر معاكو كل ما هيديكو خفية للرغيف ويبقى زي الفل معاكو بإذن الله. احنا كده هنقطع الكمية بتاعتنا كلها، وبعد ما نقطعها نغطيه ونبتدي بقى نولع الفرن ونخلي الفرن على نار هادية جدا جدا. احنا كده قطعنا العيش بتاعنا كله، وهغطيه بقى واولع الفرن على نار هادية جدا جدا لغاية يما العيش بتاعنا يخمر، تكون الفرن بتاعنا الصاجة سخنت جدا. كده بقى العيش بتاعنا خمر وسخنا الفرن بتاعتنا جدا. بصوا العيش زي الملبن فعلا بيتفرد معايا بكل سهولة. يلا نسمي بسم الله ونشوف بقى ايه الخبيز بتاعنا. عايزة اقول لكم اللقمة اللي في البيت احسن من 1000 مرة من العيش اللي احنا بنشتري من الفران. انا بقالي داخلة على 2 ما خبزتش عيش خالص، لوحدي كده قمت النهاردة قلت انا هخبز عيش بجد. نويت النية من بالليل ان انا هخبز، وفعلا الحمد لله ديني خبزت. بس انا حاسه ان ايدي برضو تقيله في الفرن، حاسه ايدي تقيله في الرح، بس ان شاء الله علشان طبعا بقالي 2 ما خبزتش، فان شاء الله الخبزه هتطلع زي الفل. ومش هقطع الخبيز تاني من البيت ابدا، لان كفايه ريحه الخبيز في البيت بتدي ريحه جميله. والعيش اللقمه في البيت احسن ب1000 مره من اي عيش جاهز بره. الحمد لله العيش طالع زي الفل معايا. العيش الصغير بقى اللي انا خبزته قطعته صغير، انا امي الله يرحمها كانت تقعدنا قدام الفرن كده ونعمل كده سمنه، فلفل اسمر، ملح، بيضه، ونقلبها كده كويس جدا جدا، ونفتح بقى العيش الصغير ده ونروح حاطينه في الفرن. كنا نتلم حواليها كده وطلعهن وناكله وهو سخن. وانا عودت عيالي برضو كده زي والدتي برضو بقى يقولوا لي اعمليه، فانا بعمله بجد بجد بيطلع جميل جدا جدا. كده نفتح الرغيف، شايفين البخار طالع ازاي، ونفضي بقى في قلبيه البيض اللي بالسمنة او بالزبدة، الفلفل الاسمر والملح. حطه بقى كده في الفرن. وبرضو بنعمل سمنة وسكر وتحطيه في الفرن بيطلع تحفة. عيالي زي ما امي عودتنا انا برضو عودت عيالي على كده. ياما كنت باجي اخبز كانوا يقولوا لي احنا عايزين العيش اللي بالسمنة والسكر واللي بالبيض. كده دهنت السمنة، وعشان يديكي طعم جميل جدا جدا سمنة بلدي. فضي بقى السكر بتاعك تلاقيه بقى مكرمل كده من جوه وسايح، تحفة بجد. ويا دوبك دقيقتين بس في الفرن وخلاص. ادي بقى العيش بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله طالع زي الفل، وبجد ما خدش وقت خالص معايا. وادي العيش اللي بالسكر والزبدة واللي بالبيض والزبدة، دي الدنيا تمام وزي الفل. يا رب يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم وتكونوا استفدتوا منه بحاجة. بصوا العيش فعلا جميل جدا، واحنا ممكن نخبزه برضو على البوتاجاز، وانا كنت فعلا بخبزه على البوتاجاز. يا دوبك من تحت كده يتشمع وراح حاطه تحت الشوايه يقب معايا ويبقى زي الفل. لكن انا النهارده قررت اخبز بقى في الفرن النهارده بقى هنعمل شويه عدس بجبه علشان نكمل وجبه العيش بتاعتنا الجميله ديت. لان انا اتعودت اما اخبز اعمل عدس اصفر، اعمل بصاره،
اعمل مسقعة. النهاردة بقى ابني قال لي اعملي لنا عدس بجبة. انا هنا مخرطة 3 بصلات زي ما انتوا شايفين محترمين، هشوحهم كده وهحط عليهم معلقة توم وهشوحهم كويس جدا جدا. هنا بقى حاطة توابل، فلفل اسمر، ملح، كمون. اخليهم يتشوحوا كويس جدا جدا جدا. وادي مكعب كمان ماجي اهو. هشوح البصلة كويس قوي 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 كده، علشان اول ما ريحتها تطلع هنشوف هنعمل ايه تاني. في ناس بتغلي مية وتروح سقطة العدس وتعمل له طشة، وفي ناس بتحط تسلق العدس وتحط عليه القوطة وتحط عليه البصل. لا، انا ما بحبش كده. انا قلبت البصل وقلبت الثوم والتوابل ومكعب ماجي، شوحت البصلة اول ما ريحتها تطلع بروح حاطة القوطة كده على طول. اكون غسلة العدس ونقعاه مثلا لغاية ما اقطع البصلة بس، وبعد كده اروح حاطاه على طول كده. حطيت كمان معلقة صلصة علشان تحمر بس معانا كده وتدي طعم، لان انتوا عارفين الصلصة بتدي طعم في اي اكلة. ادي بقى معانا ده اقل من ربع كيلو عدس، يعني انا شلت منه شوية. هقلب بقى كده العدس معانا مع الكلام الجميل دوت. انا عملت اقل من ربع كيلو، ان هو بيزيد جدا جدا. كده معايا شوية مية سخنين، بس انا ما بحاولش اكتر له المية. نغطيه بقى كده ونسيبه يما يستوي. ادي بقى كده معانا العيش بتاعنا اللي احنا لسه خابزينه الجميل، بسم الله ما شاء الله. وعملنا جنبيه العدس ابو جبه والبتنجان المخلل والقوطه المخلله عليها من فوق والفلفل المقلي. احلى غدوه النهارده بألف هنا وشفا. ويا رب يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.